شكل سقوط مدينة خان شيخون بيد النظام البائد بشهر آب عام 2019 نقطة تحول مفصلية بمسار الثورة السورية، وكانت العملية جزء من حملة عسكرية واسعة شنتها ميليشيات النظام البائد لاستعادة السيطرة على مناطق الثوار بشمال غرب سوريا. ما كان استهداف مدينة خان شيخون عشوائي، بل جاء لعدة أسباب عسكرية وجغرافية حاسمة، وأهمها مكان المدينة على الطريق الاستراتيجي السريع دمشق حلب أو ما يعرف M5، والسيطرة عليها كانت الخطوة الأهم لفتح هذا الشريان وتأمين حركة التجارة والقوات. وتعتبر خان شيخون خط الدفاع الأول والمدينة الأكبر بريف إدلب الجنوبي، وسقوطها يعني كشف ظهر مناطق الثوار وصولا لمعرة النعمان. تقدم قوات النظام البائد نحو خان شيخون من الجهتين الشرقية والغربية أدى تلقائيا لعزل مقاتلي الثوار بجيب ريف حما الشمالي، مورك وكفر زيتا واللطامني. بالنسبة للقوات المهاجمة، الجيش تابع للنظام البائد بقيادة قوات النمر أو الفرقة 25 مهام خاصة مدعومة بقوات خاصة وميليشيات تتبع لإيران. أما القوات المدافعة غرفة عمليات الفتح المبين، وأبرزها هيئة تحرير الشام وجيش العزة وفصائل الجبهة الوطنية للتحرير. اعتمدت القوات المهاجمة على سياسة الأرض المحروقة، وأدى الهجوم لمسح أحياء كاملة بالقصف الجوي والمدفعي قبل التقدم البري. التسلسل الزمني بين 14 و 18 آب اقتربت قوات النظام البائد لمسافة بضعة كيلومترات من المدينة، وب 14 آب تمكنت فصائل الثوار من إسقاط طائرة حربية من طراز سوخوي 22. وب 19 آب أرسلت تركيا رتل عسكري ضخم لمنع تطويق المدينة ولإنشاء نقطة مراقبة جديدة، لكن طيران تابع للنظام البائد استهدف مسار الرتل قرب معرة النعمان، وهذا الشيء أجبر الرتل التركي على التوقف ومنعوا من الوصول لخان شيخون. وب20 آب تحت وطأة القصف الغير مسبوق وخطر الحصار التام أعلنت غرفة عمليات الفتح المبين انسحاب مقاتليها من خان شيخون ومن كل مدن وبلدات ريف حماة الشمالي لتجنب الإبادة اللي كانت ممكن تصيب الأهالي بهي المناطق. وب22 آب أعلن النظام البائد دخوله لخان شيخون، بالإضافة لإعلان السيطرة على كامل ريف حماة الشمالي المتصل فيها. أما بالنسبة للنتائج والتداعيات للحملة العسكرية، أسفرت العملية عن نزوح جماعي غير مسبوق، وبتشير التقديرات الأممية لنزوح أكثر من 400 ألف مدني من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي باتجاه الحدود السورية التركية المتكدسة بالمخيمات. وقد دخلت قوات النظام البائد لخان شيخون ب 23/8/2019 ما لقوا حدا من أهلها ليرفعوا فوقه راية النصر. كانت الشوارع فارغة والبيوت صامتة بعد تهجير أكثر من 400 ألف إنسان نحو مخيمات الشمال. خان شيخون اليوم توقف كشاهد صامت على واحدة من أعنف معارك العقد الأخير، وربما كشاهد على ثمن الحروب وقت تحسم بالحديد والنار.